السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي، نصيحة لوجه الله يا عيال ديرتي، خلوا عنكم هذه الربشة اللي صايرة، تهافت على مسألة شراء المصابيح، على الجنريترات، على ترى اهدأوا اهدأوا. ترى انتوا تربشون روحكم كذي وتربشون غيركم وتربشون، اول ما تربشون عيالكم، ترى يصيرون في حالة خوف ذعر. المصدر الأمني اللي طلع من وزارة الداخلية إن أخذوا احتياطكم، إن تخلون من المواد الغذائية في البيت، مصباح، أشياء الضرورية في حال انقطاع الكهرباء شيء. ولكن ما قال لكم اكو يعني روحوا لايموا من خياش العيش ولايموا من السكر، لا يصيركم هذا الفزع والتوتر الشديد. مجرد ترى يعني الماتش اللي تاخذونها كل شهر في بيتكم، ان كان الرز عندك مجرد باقي كم كيلة، لا خذ لك يعني خيشة كذي ام 10 كيلو ام 15، حطها في البيت. معلبات شي قاصرة، اخذ لك من المعلبات اللي يكفيك حق شهر، يعني ماكلة البيت حق شهر. مصباح هاي اللي ينشحن او بالبطاريات، راديو مهم حق تسمع اخبار ديرتك، يعني الاخبار الموثوقة من اذاعة يعني بلدنا، مملكتنا، مملكة البحرين، الله يحفظها يا ربي بحفظه. ولا يهونون الدول المجاورة، اخواننا واخواتنا من دول مجلس التعاون. ايضا الحديث لكم، لا تربشون نفسكم، لا تفزعون نفسكم. وهذا الفزع يرجع على أبنائكم لا سمح الله. ليش لهم على طول معاكم في البيت؟ راح يصيبهم شيء من الخوف، ما يعرفون هم شنو المسألة بالضبط. بالذات يعني أرجع وأقول لأبنائنا أطفال، راح يفزعهم هذا الشيء. وهنا قاعدين كذي نصرف إسراف، الواحد ما يتخسر على نفسه. لكن أنا أتوقع يعني فاهمين قصدي، بأن لا نهول الأمور ولا ناخذ الشيء اللي فوق المحتاج. وبطمنكم أنا ترى كباحث نفس، أنا ما عليكم من اللي تسمعونه ومن اللي تقرونه، من اللي قاعدين يهولون ويخوفونكم. أنا عكس ذلك، أنا راح أقول لكم وأطمنكم يا جماعة. يكفي بس أقول لكم هناك ربط أمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، ربي يحفظنا بحفظه يا رب العالمين إن شاء الله. هذه الدول دول مباركة، ولا يهونون باقي الدول. دول الخليج العربي دول مباركة ورب العالمين حافظها. ويكفي أكبر دولنا بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية فيها الحرمين الشريفين، واللي دعا لها من أبو الأنبياء نبي الله إبراهيم عليه السلام، دعا لها بالخيرات وبالأمن. احنا كدول خليجية الست دول، احنا ست بيوت. أنا أشبهها بأن احنا ست بيوت في فريج واحد. مستحيل أنا بيتي بيخلص علي رز أو غيره وجاري ما بيفزع لي، ما بيمولني، ما بيعطيني وبيخليني أموت جوع. مستحيل جاري بتطفي عنده الكهرباء، لا بيشتغل عنده مصباح ولا تلفزيون ولا يعني أبسط الأمور، وأنا بيتي متنعم وفي عندي المصابيح وكل شي شغال، ما راح أموله بأن لو يشغل له من الأشياء الرئيسية الأساسية. مستحيل. وهذا تشبيه ركزوا عليه، تشبيه عميق. ويوم شبهت هذا التشبيه لي غاية في هذا الأمر،
لأن احنا بالفعل دول الخليج، الدول الست، احنا كست بيوت في فريج واحد، حي واحد. هناك ربط أمني، هناك ربط اقتصادي، هناك ربط الطاقة. فرجاء، كل الرجاء، اللي صيدته هذه الربشة لا يربش نفسه ولا يربش غيره، وأولهم اللي معاه في البيت، إن كانوا، وأرجع وأقول، كبار في السن أو أبنائه. أنا أقول لكم هذا الشيء بقلب مطمئن. سبحانك يا ربي، احنا رب العالمين حافظنا، عندنا رب يحفظهم، هالقيادات قياداتنا رب يحفظهم ويعز شانهم يا ربي إن شاء الله. وفروا لنا كل ما تحتاج بلداننا، وترى عندهم خطة طوارئ مسبقة ومن زمن، ولكن مو كل شيء ينقال. وهذه الخطة الاستراتيجية والربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، هذا مو حديث عهد هذا الأمر، بل هذا منذ زمن. ولكن أرجع وأقول هي أسرار، وما أبي بعد أوضح أكثر، لأن هناك أمور أكثر وأكثر لو قلتها بعد بتطمنون أكثر. ولكن أنا أكتفي باللي قلته، وأتوقع أن اللي قلته يكفي أن يطمنكم، وأسأل الله ذلك. هذا، وأسأل الله أن يحفظ جنودنا البواسل العين الساهرة اللي تتصدى حق هذه الاعتداءات اللي تجي علينا، ويحفظ رجال أمننا بكل أقسامها، ويحفظ قادتنا يا ربي بحفظه. فقط هذا حبيت أن قدر المستطاع أوجز، يعني ما حبيت أوصله لكم، ويا ربي الكلام طالع من القلب. يا رب أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى بأنه يوصل للقلب، لقلوبكم يا ربي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.